لا هادي غدعيني عليها نرجس، هادي ديال نرجس الديكتاتور المغربي، ارحب اخي. صافي. شوف، واحد السيد حيدتو ليه ستيلو سميتو رضا، راه مغربي واقيلا. دابا بردو رضا ردو. واش كنقول لكم، انا تنقول لكم رانا حاسه براسي لواحد الدرجه ما يمكنش توقعوها نتوما كجزائري. انا ما كنتسنى شي واحد يشكرني، كنشكر راسي. لا في الطياب، لا في الشقاء، لا في اي حاجه. تبارك الله، جات الله جعلها ما تجي مالحه هكا حالتها، نقول تبارك الله عليا. شوف، انا صراحة عندي واحد القضية بغيت نعاودها لكم، ولكن بغيتكم تحطوها كحالة إنسانية. واخا. هي انا بصراحة تكلمت مع شي جزائريين في الجزائر، وراهم كيعيشوا شي ايام صعبة جدا في الجزائر. مالهم شنو عندهم؟ عرف المعضلة فين كاينة، فهمتيني؟ ما يمكنش غنهضر وصافي. شنو ملي لقيتي المعضله، شنو لقيتي فيه؟ المعضلة كاينة من الآباء ومن الأجداد للأسف. على حساب واحد الجزائري قال لي ما بقيتش نقدر نخرج للزنقة، ما بقيتش نقدر نهضر مع موالين الدار، ما بقيتش نقدر نتواصل. قال لي للأسف حنا كمحيط جزائري كلنا ولاد السوق. قلت ليه زعما هاد ولاد السوق زعما حتى من درجة؟ قال لي عندنا عادي ان احنا نسبوا، عندنا عادي ان احنا نطيحوا الهضرة، عندنا عادي نقولوا شي كلام. يقدر يسب قدام امه، قدام اختو، قدام خالته، قدام عمته. وحقيقة فقلت انا ضروري خصنا نشوفوا هاد القضية دي زعما شنو السبب ديالها. يوسف الغزال. لوجيك. فدرت معاهم واحد الاجتماع كان مغلق، فجبنا واحد ثلاثة ديال الحالات درناهم كفئران تجارب باش نشوفوا هاد القصة هادي من جاية. سيرين. الحالة الأولى جدو كان شهيد، وباه الوقت اللي كان خصو يتربى كان جدو مات. الله يرحمه مسكين. فجدو ملي مات شهيد ما رباش ولدو، ما شاء الله. وباه ملي طلع قليل الترابي ما قدرش انه يربي هاد الولد هذا. مع الاسف. وي. الحالة الثانية، باه كان شاهد، جدو كان شاهد تا هو، ولكن باه كان مأثر بهادشي ديال الشهداء وهادشي ديال حقيقة حنا شنو. وحنا. كان عايش الدور في هادشي ديال الشهداء وهادشي. فقال لي باهم هو اللي رباهم على هادشي هذا. فباهم كان اه باهم كان مأثر بداك الشيء ديال الافلام ديال هوليود وداك الشيء، بحكم انه عاشر شويه الفرنسيين وداك المعامله ديالهم، فنسى بانه ينتمي الى امه اسلاميه، بقى كيتعامل مع ولده بداك الطريقه، كيقول ليه الكلمات التي ليست كالكلمات وكيسبوا بداك الشيء. فهمتي كيفاش؟ الحاله الثالثه واحد الاخت جزائريه جدها عمرو كان شاهد، عمرو. ايوا. وباها ما كيعرفش حتى الجزائر فين جات، عايشين وصافي. ولكن المشكله ان باهم كذب عليهم وقال لهم باللي جدهم شاهد. أي. يعني يعني نباتقوا بداك الشيء ديال انهم شهداء. اكزاكتومون. ترباو على داك الشيء، فقال لك صافي غنعيشوا الدور على اساس ان حنا شهداء. فهمتوا كيفاش؟ فمن قوة انهم بقاو مندمجين في داك نحن الشهداء وما كاش منا وكذا، حتى ربى داك البنت مسكينة على داك التربيه ديال النيف وحنا شو. فداك البنت مسكينه بدات كتعاود ليا كتقول لي انا ملي كنجي نهضر مع با كيقول لي رفع راسك رفع راسك، راه حنا ما عندناش جزائريين يهضروا بشويه، رفع راسك. ويلي 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 ويلي. ايوا زيد. قالت لي ملي كبرت كنسي تروطار، قالت لي كنكونوا جالسين مع الناس انا الا ما عليت صوتي ما كنحسش براسي انسانه. ارد كان طويل بزاف.
اون توكا انا جد حزين، والله جد حزين على الاوضاع ديال التربيه ديال الامه الجزائريه اللي ما عرفاتش لا تربي، حول ولا والله العظيم. قوة إلا بالله. لا حول. صراحة أنا هادشي اللي قلتي ما كنتش متوقعة، حتى قلتي أنت دابا، ولكن أنا اللي بقى فيا الحال هو هذيك اللي كذب عليها جدها، قال لها كنت شاهد. صراحة راه مصيبة هادي، راه كارثة. يكذب عليك جدك يقول لك كنت شاهد وأنت كتكبر بأنك ابن شاهد. اذا هاد التربيه هادي جايه من الشهداء، لان الشهداء لو كانوا رباو الاباء ديالهم ما كانوش هاد الاحفاد هادو غيكونوا الله بهذا. يرحم لك الوالدين، أنت فهمتي. يعني يعني الشهيد كان خصو وهو كيحارب ضد المستعمر، كان يحارب الشيطان في النفوس ديال الابناء ديالو. أنت فهمتينا دابا. وباش نصحتيها سيدي الياس، باش أنه نصحتيها نبغيو نعرف. يضاربوه. انا نعم، انا نقول لكم النصيحه ديالي. انا النصيحه ديالي قلت لها شوف، الجزائر مثل إناء فيه مثل إناء متسخ مستنقع متسخ. قالت لي صحيح. قلت لها شوف، وما ف... وما فاز سوى النوام. قلت لها شنو ندير؟ قلت لها انتي والاحرار اللي كاينين في الجزائر، الناس اللي مربيه، واخا العدد ديالكم قليل، حاولوا ما امكن انكم تنفضوا ريوسكم من هاد الشيء، من هاد الوحل هذا اللي عايشين فيه. هيا كيوسف. تعادل تعادل تعادل. اوه والله الا التعادل بالله، ولكن كان جحفه لانهم تعادلوا في اخر 10 ثواني، ولكن مزيونه التعادل والله. حاولوا تنقضوا ريوسكم من هاد الشيء هذا. فالله يجازيكم بخير اخوتي الجزائريين اللي مازال ينتمي الى الامه الاسلاميه وعنده شويه ديال النفس ديال الامه الاسلاميه. شوف قلب لك على شي حل حبيبي، والله. الشباب كتحيدوا ديروا بزاف، الله يرضي عليكم. باش الشباب راه انا اللي معنيه بالامر وما مسوقاش، يبض لك نموت غير بالضحك. خليهم الاخوان راه يحسوا. معكم خليهم مصلحه الشباب، غير اسمعوني. لا راه ماشي كنهضر غير راه الناس والله الا كيعرفوا. خليهم الاخوان، خليهم واش غيأثروا عندهم ما يعملوا، خليهم اللي كيقولوا المصريين الشتيمه بتلف وترجع لصاحبها، ياك الياس؟ يوسف الله يعزك برادر. انا راه يسبوا كنقول لهم امري، مرة. انا راه كنقول يسبوا لهم يسبوا يسبوا ينعل جدهم. واش حنا عايشين في التيك توك؟ حنا عايشين واخا حنا عايشين في الواقع، وكل واحد كيعرف قيمته في الواقع. هاد شويه ديال الهم اللي جايين هنا رانا مخدماهم انا والياس كيف ما بغينا، وهو مخلي الحياه ديالو كامله وجاي كيكتب الملكه فمك مسندر. واش انا فمي مسندر؟ لا. اذا علاش غنتقلق؟ نيفك عوج، واش انا نيفي عوج؟ لا، علاش غنتقلق؟ الياس نيفو عوج، قولوها لإلياس. يا ودي فهمتوا انا راه ما كنتاثرش شباب، راه ما في عوج انا ني في عوج وافتخر شيء. قولوها لإلياس شباب، سير عند كنتاني إلياس. الله انا الجمال. شو الجمال؟ عاودوا صيفطوا هذاك بلاتي، عاودوا صيفطوا هذاك، عاودوا صيفطوا. ليش عندهم التطواني؟ انت كتشوفها غير، انت كتشوف. انت كتشوفها غير. هاتوا شوف شفتي هذوك اللي صيفط لك ياك الملكه وصلوا؟ شفتيهم؟ واعر. جواري والله الا جواري بالله. رب العالمين. شكرا اجي معايا لي موديراتور يوسف الغزال، حياك برادر. معايا لي موديراتور ياك الشباب ديالنا معنا. الله 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 على الملكه. لي موديراتور معايا شي واحد هنايا الشباب. وياها زيركون ياه احسن من اللي جابتك. ملكه مكسله في قلوبنا. شنو هي ملكه معسله وفي قلوبنا مكسله؟ ناري. الله يكبر بك هذه وارد، هذه وارد. لا تيجاوب هذيك زيركون غوتشي. يا زيركون غوتشي هذه هي الملكه اللي معذباكم ومجرجراكم، هي هذه 45 مليون جزائري، هي هذه. يلا امر. لا كمل ما تحي. جا اطل ياك. لا بالكم الشباب صيفطوا الوهران. انا ما كيأثروش فيا التعاليق الشباب، خليهم على خاطرهم. انا كنعرف راسي اش كنسوق.
دابا يولوا في ملكه، دابا ينساو، دابا انتنا كتعرفوهم، خصو مره فين يشدوا، ما خصهم عارفين خاصهمش يشدوا فيكم. ينساو، انا يوميا غندير لهم الشو باش ما ينساوش. الا نساو كيعني انا ماشي انفلونسوز، ماشي تيك توكرز. تيك توكر بحال الياس، انا ماشي انفلونسوز، ماشي انفلونسر. الا نساو، الا ما هضروش وكومونطاو بحال هكا، كايني ما مضروريش، كايني ما تزادتو حتى حاجه جديده. ماشي اللي قصد غينساو، قصد انهم هما كيقلبوا كل مره كيقلبوا على شي حاجه جديده. دابا هادي شابرين فيها هاد يومين، شويش عاوتاني غيجبدوا حاجه اخرى، خليهم. وكما قلتوا نتوما ملعبينهم كما بغيتوا. انا يوميا غندير لهم الشو، يوميا غندير لهم فين يهضروا ان شاء الله باذن الله، ما تخافيش. ما نخليهمش يطرقوا للمغرب ويبقاو مطرقين على الياس الملكه. داكشي اللي كاين. المشكله دابا شنو هو؟ دابا انا كنخاف من الياس تجي الغيره، لانك خديتي الاضواء كاملين. شتي شو كيولا، راه شو كيولا، راه شو كيولا. جا الملل كاع ولا يتفواه. انا هادشي اللي خفت. اسمح لي الياس، كنقول على الصراحه، لان خدات الاضواء كاملين منك. وينك دائما ضدي يا خويا، انت كتشوف دائما ضدي الحرك دائما. ماشي ضدك، كاين فرق اننا نكونوا ضدك واننا نكونوا مع الملكه. مادام انت ضد الملكه احنا معاها، كانت ضدك احنا مع الحق احنا الياس ضدك. اخر. مع الحق هيداك، كانت معاك احنا معاك، كانت ضدك احنا. دابا نتوما كتلعبوا هي ضدك الجوله، يا احنا رب ضدك. يا خلاص يا اخويا يا رشيد الغزال خصني واحد دقيقه. خصني الشارجور. لا 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 يطفي احمد، الله يجزيك ابو كريم. لا ضحكي لا ضحكي. زيدوا الجزائريين، عيطوا خوتكم يجيو يشوفوا، عيطوا. الله يرضي عليكم، عيطوا لهم الله يرضي عليكم. اجيو زيدوا التعاليق مراد عليكم السلام. الملكه الياس وسواسي، الله كاع كنضحكوا الشباب اكيد. لا ماشي سواسيه حاليا في هذه اللقطه هذه، لا لا ماشي سواسيه في هذه اللقطه. قالتها في الطوبه. داكشي اللي كاين. مراد الله يكبر. كنلعبوا لا كبسوا عند الملكه الاخوان، كبسوا عند الملكه. الياس صيفط لي ديك الكاسكيطه الزرقاء اللي كدير بحال هكا، تقدر تصيفطها دابا؟ كيفاش؟ ما عندكش كيفاش تصيفطها؟ شنو هي الكاسكيطه الزرقاء اللي كانوا كيعطيوك، كنت كنقول لك ديما صيفطها ليا، اللي فيها تيك توك. ما عنديش كيفاش ندير ليها هكا. عندك؟ ما يمكنش. ملي ما عندكش كاسكيطه باش صالح دابا هي. والله واش غندير؟ لا كاسكيطه عندي انا، كاسكيطه لا اللي كتصيفط. والياس الياس عادي ولا جاتك الدوفه. انا وما معوداش اخويا، واخا انا قد كلشي الشباب هكا مزيان. كبسوا الاخوان، كبسوا الله يرضى عليكم، كبسوا عند الملكه. زهير مرحبا بك. اخوان شي واحد يصيفط الكاسكيطه الزرقاء الملكه. يلا وانا ندير سكرين شوت. شنو هي الكاسكيطه الزرقاء؟ ما عرفتهاش هذيك اللي كانوا كيصيفطوا لك. خليه هذيك دايره 99 درهم، عرفتيها؟ كاسكيطه هي وحده اللي كاينه. لا حول الله يا ربي. اخوان شي واحد يصيفطها، شي واحد يصيفطها. كتقول ايوا مريم. شكون حافظ؟ ما عرفتهاش ولا ما عرفتها. جيتي فيها مندهشه الملكه سكرين شوت، فقلتي هيا. يلا الاخوان كبسوا الله يبان الملكه. ويلي فراسك هذيك راه شحال كانت كتصنت لها واحد 50. الله يبان الملكه الشباب. اوكي قديمه هذيك الشيء. هاي صافي هذه نايس. الياس مالك شو واقع؟ الياس مصدوم كيصيفطوا له مسكين. كيتفوى علينا زعما راجل ملال وخاسر وما تبغيهاش العدوك وما عجبوش الحال. انت كتشوف مالك عندك. توني الملكه احسن ما ديالو. الملكه اخر واحد. والله الملكه وشنو واش يتسحب ديزالي فيك كسير يتسحب لكم. راه ما عندنا شغل ما نديروه. راه اليوم الحد، عرفتوا ما معنى اليوم الحد؟
ها هو اليوم. اي وي الشباب. اي وي شكون هذا؟ هذا يكون رشيد هذا. سي رشيد. الغدر بدا. لحد ما كتوصل هاد الساعة هادي حتى كتكون الياس راكم تليجرام رد البال العوينة. اوكي الجندية شكرا، ما تخافوش الشباب. يوجدر الله يعزك. نرجس. جندية شكرا، الله يكبر لي بك. نرجس كبيد الله يعزك. شكرا حبو. نرجس هي مقاتله معاهم. قلت لهم قالوا لي ديري بحال هكا، قلت لهم لا غدعيني نرجس هذيك ديال نرجس. الله يكبر بك يا حبيبتي، شكرا جزيلا لك، الله ينورك. نعمل لك واحد ديديكاس الملكه متزغريته مع عند الجزائريه دقيقه، سجلتها قلت غنعملها ديديكاس الملكه. هذا قول لي منين دبرتي عليه؟ هذا منين جبتيه؟ هذا فين كان؟ شنو هو هذا؟ شنو هذا؟ فهمت. هاد التطواني، هاد الحركي هذا رشيد. هذا التطواني اللي معاك. هاد الحركي هذا منين جبتيه؟ راسك راك تكون حدايا. فين؟ في تطوان تقريبا حدايا، والله تقريبا حدايا. خوه كنعرفو. انا قلت لك غتكون كتعرف خويا الياس. علاش ما نخرجوش كي كيعرفوا؟ تقريبا الخو كيلعب كره بزاف، معروف بالكره. حبيبتي شكرا، الله يكبر بك. دابا هاد تطواني هذا اللي معاك ولد مدينتي وولد حومتي من الفوق، ياك وهو طالع معاك باش تعرفي انه حاركي من الاول، ماشي زعما حاركي ما كاينش. عمري ما كيبانوش. لا مهدي والله اختك الملكه، قول اختك فاطمه بارك. نرجس الله يكبر بك يا حبيبتي، شكرا لك، الله ينورك. حياه الياس هبط اخويا هبط. فين نمشي؟ هبط سير في حالك. نمشي للعنابه؟ لا هبط غير حيد من حدايا لان ما عندكش المستوى، وما كنحس راسي بحال مالك دقيقه نعمل لك ديديكاس تزغريته مع الجزائريه. حياك. اسمع تزغريته. سيدي ريال مدريد وورد نايس. ليكم وليك الله يسلمك يا بارك الله. يو بلاش نوريك بلاش نوريك بلاش نوريك. انا قلت خلي ديديكاس الملك. قالت له هذه ما يعرفوش يديروها المراركه. هو انا ونعرف نديرها يو 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 يو. لا تطول انت تسرع كاع. الناس ديال الجيش مقلقين اليوم ياك. الناس ديال الجيش مقلقين. يوسف برو ثانك يو. الناس ديال الجيش راهم اليوم مقلقين. مقلقين صراحه. والله حتى كنت باغي نمشي نتفرج في هذا الماتش هذا والحمد لله ما مشيتش، نكذب عليكم والله حتى الحمد لله ما مشيتش. واو ماتش ديال الاعصاب كان. الدراري شوف غنقول لكم واحد الحاجه، فهم غنقول لكم واحد الحاجه. الله يعزك. راه ما تعصبكش. شوف انا نقول لك واحد الحاجه رشيد، شوف ملي كتلعبوا بحال هكا انا ننصحكم واحد النصيحه زوينه، تجمعوا كلكم في جوله واحده وجيبوا 2000. اش كتجيبوا 1146 1500 1600 باكم خايفين؟ ملكه رابع واخو. نرجس انت شنو ندير لك ديديكاس من عند بنت الجزائر، حتى هي راه ما كتحملكش. دير لها بحال هكا، غدير لك بحال هكا نرجس، غدير لك بحال هكا غدير لك هذيك حبي. لا ماشي ناقصه. لا ماريا ما عندهمش الاحتياط، ما عندهمش. لو كان عندهم الاحتياط الجيش، لو كان عندهم اللعاب البونتوش والله حتى كان فرقه ناضيه. تعرف الملكه كنت كنتفرج لهم في اللايف ديالهم،
عاد دخلت معاهم القالب، قال له كيفاش؟ قال كتموت له عليك نرجس اختي، الله يستر. واحد النهار يا اختي شحال شارفه ضاربه في الوقت، فهمتي، دايه وتيقه في الدنيا. نرجس تقول لك لا باقي ضربة الطريق. قلت لك سمعتها كتقول لهم، قالت لهم على بالكم المغاربه انه قولبونا؟ قالت له كيفاش؟ قالت له انه سجلوا المهارات الخياطه، قالت له يختار يخيطوا واش يحبوا، حنا ما نقدروش. دابا عاد هي. فاقوا. الله يجعلهم وما يسجلوا. اللي ما عندوش تاريخ راه يبقى ما عندوش تاريخ حبيبي. اللي مجهول النسب وصافي. اللي مجهول الهويه وصافي. الشباب اسمعوني نقول لكم واحد الحاجه. ما عندوش. 1600 يعني قربوا ل 2000. تطواني ديالنا زازو. تموتوا على فرنسا يا خويا، تموتوا على فرنسا، تموتوا على فرنسا راه فرنسا. كنعاودوا نقول لكم 3000 ألف مرة، نتوما راه لستم من شمال إفريقيا، باش نكونوا صريحين أخويا. ومنين هما؟ فهمتي، الله يعزك، هما من الاتحاد الأوروبي، هما ما بين البرتغال وإسبانيا. هما تاع اسبانيا. انا ما زلت مصر على ان الامه الجزائريه قصرت في تربيه دولة السوق هادو، والله لا. شوف، انا ينتخبوني في الجزائر، اول حاجه نديرها نجيب الامهات الجزائريات كاملين ندخلهم الكينتا. اول قرار تاخذه نجيب الامهات الجزائريه وندخل كلهم، من غير اللي وليداتهم مربيين شويه، ندخلهم كلهم الوحده كان عسكريه، ونبقى نجلد فيهم في الصباح وفي الليل، في الصباح وفي الليل، في الصباح وفي الليل، لانهما السباب ديال التربيه ديال هاد الابناء هادو. واش فراسك انت هادو راه دابا كيتعتبروا في الدول المتقدمه ضحيه. هذا والله الا كنت غنقولها لك يا الياس، كنت غنقول لك فاقد الشيء لا يعطيك. اش عملوا راه فيهم هما ما مربيينش اصلا، راه معروفين. ولكن شوف، كاين فرق، ان النسبه ديال الناس اللي مزيانين في الجزائر كيمشيو مع هادو. دابا نعطيك مثال، دابا انا مثلا كنهضر على هادو ياك، شكون كيمشي ضحيه؟ كيمشيو ضحيه دوك الجزائريين اللي مربيين، اللي مخلقين، اللي مؤدبين، كيمشيو في الرجلين مع هادو. يعني هادو ما بقاوش غير كيضروا ريوسهم وصافي، ولاو كيضروا حتى السمعه ديال الجزائريين الاحرار. علاش دابا اليوم مثلا كتلقى واحد اللايف فيه بعض الجزائريين اللي عمر حياك رشيد الله يعزك برادر، كتلقى بعض الجزائريين مثقفين وناس مؤدبين وما يخسروش الهضره، كيعرفوا يهضروا قلال. منين كيدخل عليك واحد المجموعه ديال ولاد السوق بحال هادي كضطر تقول واش هاد الاخلاق ديال هاد الجزائريين هادو. فشكون اللي مشى ضحيه؟ مشى ضحيه السمعه ديال الجزائر بالسبه ديال من؟ ولكن اسمح لي يا الياس، انا لحد الان باقي ما شفتش شي جزائري معوض من غير يجبروا. لا السوشيال ميديا ما لا كاينين في السوشيال ميديا، لا والله الا كاينين في السوشيال ميديا ناس ظريفين تقدر تختلف معاهم. ياك هذا ما فوق. لا سمحي لي، كاينين والله الا كاينين جزائريين. للاسف العدد الكبير ديال هاد ولاد السوق ما كيخليكمش فين تشوفوا نتوما الناس المزيانين. يمكن واحد مزيان مره في الشهر، بينما يوميا كتلاقى مع هاد الاوباش، طيط امك، طيط باك، طيط امك، اختك، خالتك، عمتك، مسنده، اللحيه، كذا. ف كاين واحد المساحه كبيره تشوف فيها داك ولاد السوق، وواحد ليسباس صغير اللي تشوف فيها. يعني انت دابا الا مشيتي غتشربي وترجعي وطلع معنا شي واحد مؤدب، هزك الماء، خصك تسناي سنه كبيسه وحده اخرى تجي باش تشوف فيه. تمام. ناضي يا الياس الله العظيم عندك شي نويطات واعرف والله ما كيضر. دابا نزيد ناكد لكم واحد المعلومه، هم يعتقدون على انهم كيضرونا حنا. دابا هادو ولاد السوق هادو شنو كيتسحب ليهم؟ لانهم كيضرونا حنا، ما في راسهمش، هما عارفينش الحقيقه شنو هي، هو انهم كيضروا ريوسهم. لان حنا
هنا غا باش نعرفوا بمن حشرنا الله في الجوار. حنا هنا ما كنمثلوا لا، حنا هنا ما كنمثلوا لا ملك لا دبلوماسيه لا سياسه. مشكلة اللي في الجزائر مسألة المشكل المنظومة التربوية أخلاقية تعليمية، السيستم كامل خصو يتعاود فيه النظر من أول وجديد. هذا هو المشكل. شوف ونزيد المشرفين هم كاينين عندهم، ونزيدك ملي كيطلعوا كيبقى عليك تيطمك تيطبق شنو كيتسحاب ليهم؟ هو كيهبط من الكاس على اساس انه منتصر. هو ما عارفش باللي طلع جلس على اكبر قالب وهبط، شوه راسو ونزل، الناس كاملين كيشوفوه ما ساويش. هذا هو المشكل. لان هذا اللايف هذا كيبقى مسجل، والتسجيل ديالو منومر ومتورخ. غدا غيتعرض في بلاصه، بعد غدا يتعرض في بلاصه، دينو يجبدوه واحد، يجبدوا ارشيف، وهكذا وديوال. ملي غادي تلقى انت في كل لايف جزائريين ما مربيينش، غادي تمشي واحد فيكم على اساس ان الجزائري ما مربيش. غتولي نظره نمطيه على الجزائريين كلهم. هاد النظره جا معك الياس، جا معك هذاك اللعيب كامل. ما رديتلوش البال في راسي. فهاد النظره النمطيه واش كتاثر على شي حاجه ولا لا؟ سؤال عليهم هما. فاش كتاثر كتظني انت؟ في النظره ديالهم في العيون الاخرين ديال العالم الخارجي اللي عليهم هما. انا غنزيد لك من الشعر بيت. اليوم الدول الإسلامية ومن بيناتها دول الخليج أصبح الجزائري ينظر إليه نظرة مقيتة. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الصورة ديال السوشيال ميديا، الجلال، الصورة اللي صدرها للناس من خلال السوشيال ميديا. تماما. لا دابا اسمع، دابا عاد فهمت شنو كتحاول دير انت. 10 ما ديرهاش صافي، حبس عليا هاد المواضيع. كديرها بالعالي. يلا كبسوا على الاخوان. الصورة المقيتة خصنا نصدروها. كديرها بالعالي. مالك نخبتوا ولا بلاش؟ نخبط بيان سور ضروري. شوفي يا الياس، الله يعزك شباب، عندنا الدوبل. هذا الدوبل الجوله اللي فاتت راك ربحتي اكثر من 2000 وهزاك الموكلك الحين. لا راه كانت عندي حصانه. علاش تقول انا خويا اجيب الله راه قول بنات صاك والو. ماشي قول يغضب عليك شاهد لا خجي ملي كتهضروا في الجزائر. مهدي يا خويا هو اللي غيغضب عليه، هو اللي كيهضر شاهينه ارحبي. ماشي قولبتوني زعميك يا رشيد الله يعزك برا. ماشي قولبتوني والله ما قولبتوني. انا كنت زعما كنهضر معكم عن جد وحقيقه. ماشي حنا كنا كنضحكوا حتى حنا كنا كنفطروا عن جد وحقيقه منتهى الجد. يلا الاخوان كبسوا عند الملكه، اللايف عند الملكه خليو معاه جوج باش يبقى اللايف مفتوح ويجيو الله يرضى عليكم. جوج بالحساب. اي والله يعطيك الستار. شوفوا هذوك الثلاثه الاولانيين الاخرين التحقوا الله يرضى عليكم. بغيتوا اللايف يكمل اجوا عند الملكه، كبسوا عند الملكه. مريم الله يكبر بك اختي، الله ينوركم والله، شكرا جزيلا لكم. غير تسعي جولة. برافو عليك صحيح بدر الله يكبر بك. برافو عليك صحيح بدر الله يكبر بك. برافو عليك صحيح بدر الله يكبر بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكون اللي شباب قوارير 2000 فينا دافيد يوسف شكرا. قوارير 2000 كده لاباس الحمد لله. وانت لاباس؟ الحمد لله الله يكبر بكم. الحمد لله. كيف الحال؟ SOS. انا عندي مشكل وكذا. لا كنسمعك مزيان. حمزه وياها صاحبي. لا كاينه شويه تردد ديال الصوت. عندك شي تليفون اخر محلول لايف ولا شي حاجه؟ يمكن. كنسمع مزيان كنسمع حتى شي حاجه. دابا ما كنت حنا انا ما كنسمع والو مزيان. عندي شي مشكل. عندي شي مشكل تاع الكونيكسيون. ماش شنو الموضوع اليوم اخويا الياس؟ موضوع اليوم هو الدولة الجزائرية تتهم رسميا من طرف فرنسا بقضية جنائية وأخرى حكيمي بالتحريض على
اختطاف ميريبو الله وقتل يعزك. معارض واحد اخر من غير المعارض الاولاني، عاوتاني واحد المعارض في 2025 تم القبض على 4 ديال الشباب بتهمة انهم ينتمون الى خلايا وجماعات، وهذوك الخلايا والجماعات كمل برافو. ولو انا جبت شحفالة انا يا اخوي إيه. اخي الياس ما عرفتش واش هضرت على هذه القضيه ولا لا. الجزائر جرمت الاستعمار، هشام عبودنا الجزائر جرمت الاستعمار، عندك خبر؟ فداروا داك النايرات في البرلمان ديالهم التصويت. نعم نعم، هذه 4 ايام وخرجت في الجريده الرسميه. المهم تعرف واش خرجت جرموا؟ تعرف واش جرموا ولا ما تعرفش جرموا خيلي؟ قول أباك لنا قول لنا قول لنا. ذكروا الجماجم في وسط، كيقولوا ذكروا الجماجم في وسط الجريده الرسميه، وجرموا ان فرنسا عطيهم القاب مشينه بانها فرنسا عطات لهم لا ليك الحالة بوني. المدنية إلياس قسما بالله لا. تي انت خويا الجزائري قلناها لكم في 2023، والله قلنا لا لكم 2023 خديجة قانون الحالة المدنية يزعمك الله يكبر بك 1882 شواكم، قلناها لهم دافيد ما تاقوش بينا هذاك قسما الشخص بالله. الا جرموها خويا الياس، والله الا جرموها بالله العلي العظيم. عندك هاد الجريدة هذه صيفطها لي. عندي حتى الا قريتها غير تموت من الضحك. لا تموت ضروري. بالضحك على داكشي اللي دارته الدوله الجزائريه. التبهديل والله الا التبهديل. حشومه انا يكون عندي دوله بحال هذه كاع. ما نكذبش عليك، كون جيت الجزائري كون شريت نبدأ. كورد وجيت محمد. براسي. هادشي ما بقاش كيعجب. شتي من قريت هذيك الاسماء والله المشينه يومي. هكا كتبينا الاسماء المشينه، اعطاء اسماء المشينه للجزائريين أدم الله بطريقه يكبر بك. ايوا تا تعرف- مسمي تا خو دافيد مسمي ديتوش اش بغيتي غادي نقول لكم؟ غنقول لكم هذا الاخ هذا اللي معانا باروش. غنقول لكم كيفاش انا والياس ولا عندنا سبيسيال في اللايف. واحد النهار كندور انا والياس في اللايفات ديال الجزائريين كنشوفوا كنطلعوا عليهم، ويبان لي باروش طالع وردي ما كنشوف التعاليق معانا، طالع وسد المايك ومكمش ما كيهضر ما والو، ما يهضر شي ويقول ليه باروش ما بغاش يحل المايك، يقول وا باروش ما بغاش يحل المايك، يقول وا باروش يقول لي نعم ولدي واقع. بواحد الطريقه قسما بالله العلي العظيم كون شفتو تموتوا بالضحك. راه كان قال لهم شي هضره، هذا عقلت كان قال لهم. قال لهم شي هضره كمل لهم وعجبوهم الحال يبقاو يعيطوا لي باروش باروش. طلعوا للبدعه بقى ساكت. هما كانوا كيضربوا في المغرب، هو طالع معاهم من الكاس وداير لهم السميه ديال باروش. يسامحك الله يعزك ويسلم. هما ما ما كيعرفوش تسوق لك يباروا. والله لا عجبني قسما بالله. سيم الله يكبر بك يا ربي. امين لا يخطيك الله يطول لي في عمرك. صيفط جيت لي عارف. هذا غادي نصيفط لك دابا. قلت لك دابا خويا الياس، علاش ما يتوجهوش دوليا ويرفعوا شكوى بالجزائر بفرنسا دوليا؟ درون الله يكبر بك اخويا قناص. لان كاين واحد الاتفاقيه كتجمع برده ايفيون زعما والله الا حشومه كيدوخوا في خويا الجزائري. لان شوف ملي غنمشيو للمحكمه الدوليه كل واحد فينا غيجبد داكشي اللي عنده، ياك؟ نعم نعم. كاين شي حوايج اللي الجزائر ما تقدرش تحركها باش ما تجبدش، وهذا ماشي النظام الحاكم، هذا السيستم. خلينا من الرئيس عبد المجيد تبون ومن شنقريحه. السيستم هو اللي فارض هادشي هذا، عبد والسيستم الله عبيد راه متواجد من 62، فهمني؟ هو اللي ما غيش. جمله كتبوها قال لك نجرم ما قامت به فرنسا من تنكيل وهذه نتاع الشهداء وهذه، وقال لك واحتفاظها باجزاء من الشهداء. اجزاء من الشهداء لولو الله يكبر بك. هما قالوها ماشي حنا، هما. والله ما زعما دروك غادي تقول بان الدوله الجزائريه كتسب الشهداء. ايوا ها انت هما قالوها، قال لك خلاو شنو خلى اجزاء من الشهداء. اجزاء منها هكا كاتبين اجزاء منها.
صافي جمله معبره ومفهومه كنظن واضحه. ها غادي نصيفطها لك وقراها الياس. طيب ايمان والله ما نشف، اقسم بالله ما لا لا حبيبتي ماشي انا، هذه اخت مغربيه سميتها ايمان. واخا خويا العزيز. يا سلام يا سلام الله يسمعنا خبر الخير. فاطمه الزهراء اختي اشلي واش ما عندك ما يدار، سير اختي الله يعطيك شي راجل فرقيني عليك صاحبتي وانت داخله هنايا كتقلبي، راه ما كنتزوجوش اختي هنا، راه سياسه، راه هنا كلشي كبير كلشي مزواج كلشي عنده الوليدات، ارتاحي هبطي ما معناش الدراري الصغار. حاتم الله يكبر غاسيري دبري لك في جهه اخرى، هذا اللايف راه ما فيهش داكشي اختي العزيزه. عيقتي كيحيدوا لك السيرو تجيب كونط اخر، يحيدوا لك السيرو تجيب كونط اخر، انا ما كنتزوجوش اختي هنا ارتاحي. اختي الملكه الله يحفظك شكرا. العدوان مع العدوان على الدوله الجزائريه بعد اسمعوا مزيان هنا بعد سمعوا باش تفهموا الحماق كيفاش داير. يعني على اساس ان فرنسا ملي دخلات كان شي حاجه سميتها الدوله الجزائريه. شو التلاعب بالمفردات كيفاش داير؟ القتل العمد، تعمد توجيه الهجمات العسكريه ضد السكان المدنيين على اساس كان عندهم جيش، الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، زرع الألغام، التجارب الكيماوية والتفجيرات النووية. الله أكبر. جربوا هذيك شوف شفت اخويا الياس، شفت الافلام قتلت اكثر ما قتلت فرنسا، وهذا الشيء بالارقام ونقدر نوريهم لك الا بغيت تشوف، نوريك الارقام بالضبط شحال قتلت الافلام. علاش بالضبط ما حاسبوش لي فلان قبل ما يحاسبوا فرنسا؟ لان لي فلان دارت جرائم اكثر من فرنسا. ثاني حاجه كريم بالقاسم. نعم لي فلانية اللي شدات اخويا دافيد كيفاش يحاسبوها؟ دوك لي فلان علاش كترمي الجهه لجهه فرنسا باش الجزائري زعما توهموا على ان فرنسا هي العدو وماشي لي فلان هو العدو. شو هما صافي انا هو بقيت لي الحال اخويا الياس. كول علاش الجزائريين والله الا كيبقاو فيا بالله اخويا الياس. يا حنا ملي كنا صغار ما كناش كناكلوا العصا عند والدينا. ولكن والدينا لا الياس اخويا ما خليتوناش نهضروا اخويا العزيز، تنهبطوا وديروا هذا الشيء هذا. واخا واحد دقيقه نقول لك على الهضره. لا واحد دقيقه، حنا ما كناش كناكلوا العصا عند والدينا ملي كانوا كيوكلوا لنا العصا شنو كانوا كيقولوا لنا؟ يا كنضربوكم باش تقراو، كنضربوكم باش توعاو. خويا الجزائري ما كلاش العصا باش يقرا، طلع امي النظام ديالو اللي قال ليه يقول ليه صافي هاو كيلعب عليه. صح انا شاهده على هادشي، وهذه حقيقه. الياس دير الاخرى باش نديروا اللايف. يلا هادشي الجريده هادي فلتات ليا كاع ما شفتها. قاسم الله يعزك. اوروبا الله يكبر بك. اسمع السطو على خزينه الدوله الجزائريه. كانت فين الدوله الجزائريه وسطوا عليها الحماقه. النهب الممنهج للثروات. الا كانوا كيهضروا على من 1830 ل 1962 خاصهم يقولوا شنو هي الثروات هذه اللي نهبوها ليهم. وهنا كيهضروا على الحديد واقيلا. والحديد عند الجزائر ما عندها والو. الجزائر ما عندها حتى ثروه من الثروات. لا في ذاك الوقيته كان الحديد، في ذاك الوقيته كان عاودي راه فرنسا قالت لتركيا، راسلت تركيا في 1834 قالت لها كيرزقك راه ما فيه والو. قسما بالله نوش بدالك من الارشيف. الله يعزكم الشباب كاملين وشكرا. إخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية، ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل وحشي على نطاق واسع، وتعمد المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية. ها أنت كتشوف الصحة العقلية. هذه عندك فيها الحق، انا متفقه معك. اصبر مازال كاين امور اخرى اكثر من الصحه العقليه. بلاتي حتى نبداو اللايف باش نبداو مره واحده. دابا هذه الجوله الاخيره الشباب. لا بيوريك اخويا العزيز ماشي شعري.
راه ماشي شتيها انت، شتيها بورك، يعبوا شتي حمزه الغزال شتي الشريف. شتي هادشي هي حبس الانفاس. بورك، شتي لا ما ندير. آه. بلاتي الشباب باش نعطيكم اللقطه ديال اليوم باش غدا تحلوا لايف عفاكم في الصباح، ولكن ضروري ديروا هاد التصويره اللي غنعطيكم دابا. دار ديالك انتم وجدوا السكرينات، انتم صافي سكرينيوها حطوها وتنمروا على الله يرحم لكم الوالدين. صافي الا خاصو شي واحد لتحت يكتب لي عاوديها باش نعاود وليتي كتخدميهم؟ انت واش وليتي كتخدميهم ولا كيفاش؟ دابا هاد الشعب هذا اللي جا كفق منه، جاو العثمانيين ركبوا، جاو الفرنسيه، جيتي تا انت في 2000. يا خويا شحال مديلي انا راه بغيت نطلعك من وسط دوك المدالين اللي تابعيني، طلعتي حتى المدلول الاول كتقول لي عاوديها. الله يرزقنا الصحه والسلامه. كيفاش راه كله فاتح الله يبان. قال لك اسيدي النفا عوج فما كبير، النفا مسنتيرين بحال العيالات اصاحبي. انا مع صاحبتي ما بقيناش كنهضروا في هذا الشيء من 2010 ما بقيناش كنتنمروا، صافي درنا عقلنا كنحسبوا راسنا كبرنا. انت ما دارش ليك قانون الحاله المدنيه؟ ما دارش ليا. سلطان تا هما هادو اللي كيهضروا على السنه الملكه. قول لي شي جزائري عنده 32 سنه في فمه، ناضي تلقايه عندك مليون دولار. كاين شي جزائري عنده السنان كاملين في وسط فمه. دافيد عندك الزهر ما خلقتيش بالجزائر، كون اصلك ديتوش. راه بشويه ما نمشي للجزائر، راه نص قبيلتي كاينه في الجزائر. اخويا عندك الزهر. لا انا لا، اسمح لي بيني وبين أخي الجزائر دافيد. 10 كيلومتر. اخي دافيد، لا ماشي كنتي غتكون جزائري. هذيك المناطق المقتطعه من المغرب، المغربيه ابا عن جد. هذوك العائله اللي عندك في الجزائر هذوك راهم مغاربه اولا انا. نعم شتي انا الجزائر وكان زاد صغير 10 كيلو، وكان فرنسا زادت واحد 10 كيلومتر، كون راني جزائري في هاد الساعه ونطلع نتساب معاكم. كون دابا راني كنتساب ما عندهم معاكم. صراحه كون نسلمهم. راك مسمي لنا الاسم ديالك عليمة واقف. خلاص القراصو وتجارهم. صافي كملوا 2000 الاخوان، نخليوها حسنه. كملوا 2000. نكملوا 2000 اجا ونخليوها حسنه. ولكن يلا حسنه إليان هي معايا. حسنه الين، هي حسنه ياك الملكه. هي هاو حسنه حسنه. إليان. انا هابطه الياس باش ندوز عندك، ما تحالش تطلع، ما تحالش تطلع. يلا دوز. صافي صافي شكرا لكم اخوتي. شكرا لكم بزاف. ما توصوش اليوم، الله يرضى عليكم. بغينا نشوفوا شي لايف واعر. الله رشيد ما الله يكبر نوصلكم بك. صافي. الله يرضى عليكم. صافي الياس تحياتي ليك. مرحبا. السلام عليكم اخوتي. يلا دوز. نرجس اختي مرحبا بك. نرجس حبيبتي مرحبا بك. شاهينة شكرا، إزامك شكرا، عابد، مصطفى، جلال، كوثر، فاطمة الزهراء، حياة، عبد الفطوم، مرحبا بك نرجس. وانا إزامك خويا مرحبا بك. مالك صاروا الملك. يلا انا الياس هابطه. صافي يلا يلا كاملين عنجو عندك الياس. يلا سير. يلا سير. يلا عطلت. بلاتي نهبطكم الشباب. بلاتي الشباب، اخوتي المغاربه واخواتاتي المغربيات، حاولوا نتوما تحيدوا من هنايا، حاولوا تحيدوا ياك، حيدوا وجهكم، خبيوا وجهكم، الله يرضي عليكم. واحد دقيقه احتراما لكم. خويا جزائري اللقطه ديال غدا، ديال اللايف ديال غدا اللي غتحل عليا انا. صافي يلا وجد راسك انت. يلا سكرينيها وحطها في اللايف. شباب اليوتيوب حيدوا الله يكبر بكم. سكرينيها وحطها في اللايف
وبدا على بركه الله. عندك تنسى الا ما تنمرتيش ما راكش راجل. صبر صبر صبر. لا ما بانتش صافي. سكرينيها وحطها. هذاك هو اللي غتصور من عندي انا. يلا شباب ندوزو عند الياس. شكرا جزيلا لكم، الله يكبر بكم. واحد الناس ديال اليوتيوب اللي قدرتوا تقطعوا هاد اللقطه وتحطوا فيها شي لعيبه كحله باش ما تبانش للاخوه اللي غادي يتفرجوا. الجزائري ضروري خوتي الجزائريين، ضروري حتى اللي ما مربيش راه نحتاجوه. راه ما يمكنش عاوتاني نحتاجو غا اللي مربي. راه مصيبه الا اثبتنا للعالم على ان حنا وانتوما بحال بحال. راه مصيبه بحال ما درنا والو. الله يجازيكم بخير. راكم عارفين بلا ما نقول لكم راهم يجمعونا اكثر مما يفرقونا لكن هذا لا يمنع ثانك يو على البارتاج يا شباب. والله ثانك يو سو ماتش. شكرا على البارتاج. النقط كاملين اخويا الياس؟ لا مازال نقراهم اونصول دابا نديرهم نقراهم كاملين مع بعضياتنا. شو لان على يوميا؟ فكرة انا كاع ما شفتو. انا والله ما شفت هاد اللعيبه هادي. الله يحفظك خويا عبد الغفور. شوف كل نهار كنتأكد بأن النظام اللغة الجزائري هو نظام عاد بالغوش صغير بزاف، فهمتني؟ مازال ما وصلش لديك لا ماتوريتي بوليتيك ولا الا قدرنا نقولوا بهذه الطريقه هذه، فهمت؟ مازال قاصر صاحبي. النظام مازال قاصر. واخ غادي نشوفوا الجريده الرسميه مع بعضياتنا، ولكن قبل ما نشوفوا الجريده الرسميه غادي نبداو في واحد الموضوع. انا اميره حصلتك. يا اميره حصلتك. ها انا كاينه حصلتك. مرحبا. السلام عليكم. اهلا اللايف نور اختي. مرحبا بك. راه قالوا لي السلام عليكم. راه قالوا لي عتقال خلي بالك راه طالقه زينه. قلت لهم بلاتي نمشي. حبيبتي الله ينورك والله عينيك اللي زوينين. شوفي سيري يا بنادم طرقي ليه المراره يا مولات الخيطه. شوف راه غنفكر اللي قالت لهم. والله الا شتيهم مساكن ديري بحال العيالات. انا رجس اختي هذا لا كما ديري مراويين حتى الرجال ديالهم مراويين، فهمتي؟ دايرين سبحان الله العظيم. الله يهديهم مساكن. ما تديريش الشبوق المكياج العكار الفلتر هذا. حنا الرجال يحشموا يهضروا في هذا الشيء وما ربي هادشي اللي عطا الله غالب. لاقاونا معاهم. نورتي الله يعزك. هادشي علاش جيت نقول لك شكرا راك على الشكر. منور. الله يكبر بك والله. شكرا الله ينورك اختي نرجس. بارك الله فيك. اخويا الياس صافي دابا راه فهمتي غير طفى نتايا صافي. ما بقيتش كناكل العصا بوحدي. دابا ناكلو بجوج. معنا يوميا. انت طويل اللحيه الشعر غتولي دابا كنتي انت هي طافيه كاميرا ومركزين معاك. دابا غتولي عين لهاد الجهه وعين لهاد الجهه غير حوالو انا. على فكره راه انت شكل قطر غزال. راه شفتكم الله انا بغيت نقول لك. انا راه كدوخوني. راه كل مره كندير لكم متابعه في كونت كيصيفطوا لي شي كونت اخر معلي. اش عندكم د الكونطات؟ ضربوا لينا كلشي اختي نرجس. والله الا ما كنت كيقولوا لي هذا هو الكونت الجديد. قلت لهم قالوا لي راه قلت لهم راه ما كيبانش لي اللايف. بارطاجيو معايا الكونت. كيمشي واختي. واش بحال الفلالس ديال درهم دغيا كيموتوا. دغيا كيموتوا. المهم تحياتي لكم. شنو الموضوع اليوم؟ عندنا الموضوع ديال هشام عبود اللي جا رسمي لدوك الشباب، دوك 4 الشباب، والتورط ديال النظام الجزائري اكيد. وعندنا واحد الجريده رسميه ما شاء الله قال لك الجزائر غادي تجرم الاستعمار، وغادي نقراو البنود ديالو. مرحبا بك. الا ما كنتيش مشغوله بقاي معنا اختي نرجس. مرحبا بك. مرحبا بك. اليوم راني معاكم. مرحبا بك والله لا تنورينا. داك هو النهار الكبير. حنا شحال وحنا كنتسناو هاد الملكه هادي تفتح لينا الكاميرا. فتحتها اليوم ما نجيوش نحضروا. الله يعزك. الله يطول لي في عمرك والله. شكرا انا رجعت عاد انا الله يحفظك. شوفي غير قبل انا باش كانوا قالوا لي راه علقوها راه شنو قلت لهم
كيف كنعرف الشخصيه ديالها، راه غتفتح الكاميرا آه. غديرها لهم على قد والله الا قلتها للبنات غير هادي شي 3 جور، قلت لهم والله حتى غديرها لهم على قد فمهم. لا هذا هو الواعريه الحل. كيجيو زعما عند راسهم راه كيقيسوا. قلت لهم شوفوا نقول لكم واحد الحاجه، انا اكثر انسانه كنفيق في الصباح كنمشي قدام المرايه كنقول يا ارض احرسي ما عليكي، ما كيعرفوناش مزيان، كنشبع براسي غير شكير فهمتي، كنخرج مقهومه من راسي. كنبوس المرايه قبل ما نخرج. اقسم بالله العلي العظيم هذا الشيء. لا دابا هما حيت عندهم عندهم ديك العقده ديال لالاهم التركيه والفرنساويه، زرعت فيهم عقده البلوندا. فهما كتلقايها بحال انت خلاها سيزار قال لك كتكون دوك الوهرانيه كتكون تشبه الشاب خالد ولكن صابغه شعرها بالصفر، فهمتي؟ القهوه بيت صباح. قال لك تشبه الشاب خالد ولكن تصبغ شعرها بالصفر، حيت هذاك هو المعيار عندهم. دونك بنات بلادهم محسوسات من هذه القضيه، كان عند بالهم حنا عندنا ديك العقده ديال البلوندا ديال الديكاباج. ها انت فهمتي. دونك عليها كيجيو كيبغيو يلعبوا على النفسيه. لا ديك سير لعب على النفسيه ديال بنت بلادك، ما تجيش تلعب على النفسيه المغربيه راه كتبوس راسها في المرايه عاد كتخرج كتقول خليك ليلي. وحق الله يخليك ليا يا ربي. غادي نبداو. الشباب والشابات، نساء رجالا اطفالا شيوخا، ارحبوا ترحيب المطر. حياكم الله وبياكم جميعا. كما عودناكم ان لا نعودكم دائما، نلتقي في لايف جديد وقصه جديده اخرى. اليوم اللايف سميتو شراح ملاح، هو هذا السميه ديال اللايف ديال اليوم. اللايف ديال اليوم للاسف، وانا اقول للاسف الشديد، انه ما زالت هناك دول في 2026 ما زالت تحاول ان تغتال الاصوات. انا بالنسبه لي انا مثل هذه الممارسات عفى عنها الدهر وشرب. صافي، هذه كانت ممارسات كتقوم بها الدول من اجل اسكات الافواه اللي كتكون معارضه لها. لكن في 2026 كنلقاو دوله بحجم الجزائر القاره كتقوم بتأجير ناس عندهم علاقه مع الكباب باش يغتالوا معارض ويسكتوا ليه الصوت ديالو. هنا الدماغ كيحبس، هنا الراس كيتبلونطا لان الجزائر اصبحت مهدده من طرف اصوات. يعني ناس كتقول الراي ديالها في اوروبا ولا في الامريكان ولات معرضه للخطر، والنظام الجزائري كيشوف بانها تهدد امنه واستقراره. هذه حاجه من جهه. الجهه الثانيه ان الجزائر دارت يديها مع ناس ينتمون الى جماعات كبابيه باش يغتالوا هاد الناس. فجوج ديال الحوايج كيتناقضوا مع القيم والمبادئ ديال دولة محترمة. ونخليها محترمة. انا افضل مو نقدر نستعملو هنا هو محترمة. انا عندي بزاف نقدر نقولهم، ولكن طبعا حنا في اللايف ومجموعين مع بعضياتنا ما يمكنش. لو كنت غا عايش في الجزائر وبين خوتي الجزائريين نقولها لهم، راه حنا موالفين نقولوا الكلمات التي ليست كالكلمات لبعضياتنا في الجزائر. ما عليناش. القصة وما فيها. كان يما كان في قديم الزمان النظام الجزائري عيا كيفكر باغي يغتال الاصوات اللي كتعارضو على برا. عيا يفكر، شاف جوج ديال الناس بغا يتربص بهم. شاف امير ديزاد وشاف هشام عبود. امير ديزاد الدولة الجزائرية فشلت في اغتياله واختطافه. شكون دفع الثمن؟ القنصل الجزائري في فرنسا. الى يومنا هذا مازال مسكين معذب في فرنسا في السجون ديالها. ما حاكموه، ما قالوا له سير لدارك، ما قالوا له راه تحبس. خلاوه في السجن الفرنسي يتسنى بحالو بحال الدولة ديالو، كيتسنى تقرير المصير. ثانيا هشام عبود كذلك هو مثال. الدولة فشلات انها تغتالو او تخطفو، ومن بعد دازت واحد المدة شدو 4 ديال الشباب واكتشفوا على ان دوك الشباب عندهم واحد المخطط اللي مدفوعين الاجر ديالو 10,000 اورو باش يغتالوه. 10,000 اورو هي 10 المليون ديالنا الدراري، 10 المليون ديالنا. يعني النظام الجزائري خسر 10 المليون ديالنا باش يغتال واحد المعارض وفشل. هنا غنجيو للاستنتاجات اللي نقدروا نستنتجو.
خلي الاستنتاجات شويه هكا على اليمين، اجي معايا شويه على الشمال عافاك. عقلتو زيارة وزير العدل الى الجزائر، هادي واحد 3 ايام. وزير العدل مشى زار الجزائر وتلاقى معاهم وقال لك اسيدي نأمل في بناء علاقات وكذا وكذا وكذا، ولكن في نفس الوقت دار واحد اللقاء تما في وسط الجزائر. ماذا قال فيه؟ قال لهم المعارضين الجزائريين حنا ما كنسلموهمش، وحنا اصلا في الجزائر في فرنسا ما عندناش معارضين، حنا عندنا معارضين ولكن في نفس الوقت عندنا لاجئين، ناس اللي لاجئين والناس اللي ماشي لاجئين، وهذوك الاصوات حنا ما كنسلموهمش. قالها لهم في وسط الجزائر. يعني انت الا بغيتي تنيغوسي معايا انا ما كنعطيك والو، انا فرنسا، انا امك فرنسا، راه ما كنعطي والو انا. ومع ذلك صحينا اليوم وفقنا على هذا الخبر، هذا الخبر الصادم بالنسبة للجزائريين، هو أن الدولة ديالك أصبحت دولة سفاحة بما تحمل الكلمة من معنى. خديتي الطابع، يعني الدولة المصونة ديالك خدت طابع أنها دولة سفاحة مجرمة. يا الكفر بالله، خليتو العالم وغاديين تغتالوا برا الجزائر وانتم فاشلين. اسيدي انت مجرم، ما قدرتيش انك دير وتضبط عملية استخباراتية تقوم بهاد العملية وتنجح فيها. I'm sorry. انا راه ما كنقصفكمش دابا على الضعف ديالكم، انا كنقصفكم على الغباء ديالكم. لو كنتي قدرتي انك تغتال هاد الناس غادي نقولوا هو بعدا الدولة الجزائرية اذا قالت فعلت، واذا ناضت غسلت وجهها، واذا نامت قالت تصبح على خير. والو، فاشلين في كل شيء، حتى انك تغتال معارضين ما قدرتيش ليها. والاول تشد والثاني تشد، واشنو هادشي؟ فين غندير وجهي انا دابا قدام المخابرات ديال الناس؟ جهاز فاشل، واللي كيدفع الثمن هو القنصل الجزائري اللي في فرنسا. هاو كيتربى دابا في هاد الساعه، اللي كيسول على القنصل راه كيتربى الشباب، اللي كيسول على القنصل الجزائري في فرنسا راه كيتربى، راه كيتعلم الاداب. وهذا نداء لينا للسي عبد المجيد تبون، الله يجازيك بخير الا ما قدرتي تزيد لينا واحد الفقره في اختيار الضباط ديال الاستخبارات الجزائريه. زيد ليهم فقره التربيه، حسن ما يمشيو يتربوا في بلادات الناس. دابا اليوم راه فرنسا كتربيهم، وهادشي ما يرضيناش حنايا. راه كيف ما كان الحال راكم خوتنا، وما نبغيوش ليكم هاد التبهديل هادي اللي واقعين فيها. سدينا. اذا الخلاصه اللي غنستنتجو منها، خوتي المعارضين اللي جزائريين عايشين على برا، والله ما تخافوا من شي حاجه، انا نقولها لكم من دابا، والله ما تخافوا من شي حاجه. نظام فاشل، نظام بئيس، ما يقدر يغتال، ما يقدر يدير حتى شي حاجه. جهدو هو يدير تنديد، هادشي اللي فالحين فيه، شي حاجه اخرى ما كايناش. هذا الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني قال لك اسيدي كان يا ما كان في قديم الزمن الدوله الجزائريه جرمت الاستعمار، وحسب المصادر اللي توصلنا بها عاد دابا قدامكم في اللايف اسيدي، استعجبنا من ان الدوله الجزائريه تجرأت وخرجات هاد البنود هادي كتجرم فيهم الاستعمار. تحياتي لخوتي الجزائريين اللي قدروا يخرجوا مثل هاد البلاغات هادي، كتدل على انكم غاديين في الطريق الصحيح. غادي نشوفوا كاملين مع بعضياتنا وغادي نقراو. نقلب الكاميرا، غتوني، اييه. هذه الجريدة الرسمية شباب الجزائرية. قال لك سيدي القانون رقم 26/10 مؤرخ في 24 ديال القعدة 12 ماي 2026 يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
كنسمعك لتحت، كنسمعك كتقول وايلي الاستعمار خرج في 62، هما 2026 عاد غيجرموه. وغادي نقول لك اخويا كنا كنبنيو الجزائر، يلا سالينا البني ديالها، دابا غنبداو نجرمو الاستعمار. يلا 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 دركنا. المهم دابا غنجيو نضحكو شويه هنايا. قال لك هذا الفصل الاول يهدف هذا القانون الى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 يونيو 1830 حتى 5 يوليو سنة 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك. هما كيعترفون على أن الاستعمار الفرنسي عنده آثار مباشرة وغير مباشرة ما زال لحد الساعة. ويطلع عندك جزائري تقول ليه يا ودي فرنسا مازال كدير فيكم، يقول ما كاش منا، حنا شواكر خرجناها بالدم. انت ها الدولة ديالك في الجريدة الرسمية كتقول لك باللي مازال الآثار، ها هي مباشرة وها هي غير مباشرة. المادة الثانية: يعد الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية. هذه جملة غزادوها وصافي، هذه جملة تحشم كاع تعلق عليها، جملة غا زايدة هذه، كون ما كتبوهاش كون ما تأثر والو. تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها. هذه مهمة، هذه عجبتني، هذه مهمة. كيقول لك باللي الجزائر خدامة دابا باش تكشف الحقائق التاريخية اللي كان عندها علاقة مع المستعمر الفرنسي للجزائر وتنشرها. سؤال: ياك نتوما كنتو دولة، فين هو ملف الذاكرة ديالكم؟ علاش ملف الذاكرة مرتبط فقط في فرنسا؟ علاش هناك مطالب باسترجاع ملف الذاكرة من فرنسا؟ مادام نتوما عندكم ذاكرة، مادام نتوما كنتو دولة، فين هو هنا؟ كيفاش عاد خصكم ترجعوا تكشفوا عليا الحقائق؟ الحقائق شنو؟ واش مدفونة مع الشهداء؟ فين هي الحقائق التاريخية؟ فين هي الحقائق؟ علاش تا 2026 عاد بديتو كتقلبوا عليها؟ وفين هي اللي كتقلبوا عليها؟ يمكن. المهم دابا غنجيو لفقرة التهديد والوعيد. الدولة الجزائرية طبعا كيف ما احنا عارفين هي أقوى دولة في العالم، وهي اللي كتنافس الولايات المتحدة الأمريكية على الزعامة العالم. فمن بعد ما شفنا الخضوع ديال الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وكل شيء كيسلم للجزائر، بقات ليها فرنسا فقط. اليوم الجزائر تؤكد على أنها قوة صاعدة. وغنجيو نقراو اش كتقول لنا. كتقول لك سيدي تعد من جرائم الاستعمار الأفعال والممارسات الآتية: أيه، العدوان على دولة الجزائر، يعني أن الجزائر كانت دولة وفرنسا تعدت عليها في 1830. هذه الأولى. احنا كنا دولة في 1830 ودخلت فرنسا وتعدات علينا. حلل وناقش. نخليك أخويا الجزائري انت تناقش هذه النقطة هذه بينك وبين راسك. القتل العمد، هذه خذها من عندك. تعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، على أساس أن الجزائر كان عندها جيش في هذه الوقيته هذه. أنت قول لي هذاك الساعة من جيش كان عندك في هذه الوقيته هذه. الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، هذه عمري ما فهمتها أنا. الاستخدام المفرط، مالكم كنتو كتملغوا مع بعضياتكم، كنتو كتضحكوا ومن بعد هي قصحات اللعب معاكم؟ راه أكيد دولة دخلات كتحاربكم، شنو بغيتو؟ يعني بغيتو تدخل تضربكم غير بشويه. يعني هاد الماده هادي، هاد الاستخدام المفرط للقوه المسلحه معنيتها ضربني بشويه. استخدام الاسلحه غير التقليديه والمحرمه دوليا، استخدموا معكم شي حاجه ما هياش. زرع الالغام، التجارب الكيماويه والتفجيرات النوويه. انت اخويا الجزائري، انت الكيماويه والنوويه. ولكن ما تنساوش العدو ديالكم هو المروك، ماشي هادو ما تنساوهم، هادو خرجوهم، هادو هما اللي جاو وزير العدل عندكم واتفقتوا على انكم غتبداو معاهم صفحه جديده، وانت الجريده الرسميه ديالك يلا حاطه هادشي. ولكن طبعا العدو ديالنا شكون هو؟
المروك الله يرضي عليك. الإعدام خارج نطاق القانون، السطو على خزينة الدولة الجزائرية. المهم اللي فهم شي حاجة يفهم. المهم فهموا نتوما، الدولة الجزائرية سطوا على الخزينة ديالها ابتداء من 1830. والله شي حوايج والله ما نبغي نعلق عليهم انا، لان ما يمكنش الا علقت عليهم نكون بحالهم. النهب الممنهج للثروات، الناس كانوا كيعتبروهم جزء لا يتجزأ منهم، مقاطعة ديالهم. في 2026 قالوا لهم لا حقا كنتو كتسرقونا، يا ودي راكم كاملين كنتو ديالنا. خلي الرئيس هو يجاوبهم على هذه النقطة هذه. إخضاع الجزائريين بين اسمع إخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية. هاد الجملة هادي نقدروا نفهموا منها جوج ديال الفهمات. الفهمة الحقيقية اللي قصدنا هنا هو كيقصد لك هنا أن الجزائريين اللي كانوا عايشين في الجزائر كانوا معهم الأقدام السوداء، كانوا معهم بزاف، لكن الجزائريين كانوا عندهم قوانين استثنائية، يعني كان عندهم معاملة بوحدة، يعني كانوا كيعتبروهم بحال حنا كنقولوا زايدين، هما الديشي ديال البشر تما، هما هادو اللي كيطلع واحد دابا يقول لك يا على الجزائر احنا خرجناها بالدم. ونقدروا نفهموا منها جملة واحدة أخرى، هو أن الجزائريين تعاملوا بطريقة استثنائية على الدول اللي كانت مستعمرة، ولكن طبعا ماشي هو هذا المقصود. ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل وحشي على نطاق واسع، وتعمد المساس الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة العقلية. ايوا خويا الجزائري، انت كتشوف الدولة ديالك كتشهد فيك، كتقول لك باللي الاستعمار خرجك معوق وخرجك بالعقل. ماشي انا، ها هو دولتك تعترف، الدولة ديالك كتقول لك باللي انت معوق وما عندكش عقل. حررناها بالدم. التمييز العنصري والمعاملة اللا إنسانية والحرمان المتعمد من التمتع بالحقوق الأساسية. ها باش كنقولوا لكم حنا المغاربة، كنقولوا لكم انتم فيكم العقدة ديال الاستعمار، كتقولوا لنا واش كاش منا. هو الدولة ديالك كتشهد فيك، كتقول لك حنا كنتعرضوا للتمييز العنصري والمعاملة اللا إنسانية والحرمان. انت كنتي محروم. شوف وعرفتي مصطلح الحرمان مصطلح خطير جدا، راه مصطلح قاسح بما تحمله الكلمة من معنى. لا ولكن ما خصكش تقراها لهم بحال هكا. رجع ليها رجع ليها. التمييز العنصري جدك والمعاملة اللا إنسانية معك انت